حكاية فيلمنا بتبدأ مع الطفل كارل واللي بيحضر مؤتمر للصياد العالمي مانتس، واللي جاي بالمنطاد بتاعه عشان يقدم لنا وحش شلالات بارادايس. لكن العلماء هتقوله ان انت كذاب وهتثبت كمان كذبه، وهيقول لهم انا هروح اجيب الوحش بنفسي، وهيقرر ياخد المنطاد بتاعه ويمشي بعد ما سحبوا منه كل الأوسمة. اسم المنطاد بتاعه روح المغامرة، وطبعا طفلنا بتعلق بيه جدا وشايف ان هو مثل اعلى ليه، فبيقرر انه يسمي البالون بتاعه روح المغامرة. وهو راجع لبيته شاف بيت مهجور، هيقرر ان هو يدخله. هيلاقي طفلة غريبة موجودة فيه اسمها إيلي اللي هتتعرف عليه، وهتقرر انه تضمه لفريقها وكمان هتديله وسام. وبعدها بيسيبها وبيرجع بيته عشان يتفاجئ بالليل وهو بيقرا في الكتاب ان في بالون داخل عليه وانها كمان موجوده معاه. ودخلت بتقول له انت لازم تحلف لي ان انت هتوديني في مره هناك في شلالات بارادايس، وده حلم حياتي، مش هتسيبه فعلا غير لما حلف بكده. وعجبها جدا. بيكبروا الاتنين وبيقرروا ان هما يتجوزوا وبيبتدوا حياتهم مع بعض، بيبنوا بيتهم الصغير وكمان بيعملوا كل حاجة سوا، واي حاجة مهما كانت صغيرة الاتنين مع بعض بيعملوها ويحبوها. وطبعا المشاكل مش هتسيبهم، هتقابلهم في حياتهم. اللي هيقرر ساعتها كارل انه ما يسيبش حبيبته إيلي، حبهم يوم عن يوم بيكتر، وهيقرروا الاتنين يحوشوا عشان يروحوا للشلالات. لكن في مرة العربية تتخبط، في مرة كمان هو يتكسر، حاجات كتير جدا كانوا بيضطروا ان هم ياخدوا فلوس عشان يصلحوها. بيكبروا الاتنين مع بعض وبيعجزوا سوا ولسه الحب ما بينهم. لكن في مرة من الايام بيفتكر كارل حلم حبيبته وهو شلالات، وبيقرر فعلا انه يقطع تذاكر الطيران، لكن بيرجع يلاقيها في المستشفى وبيدخل عليها وبيحاول يطمنها. لكن ده كان الوداع الاخير عشان تموت إيلي، وبيرجع كارل وحيد من تاني وبيعمل كل حاجة كانوا بيعملوها الاتنين سوا. هيتفاجئ كارل في يوم ان في حد بيخبط عليه وبيقوله ان احنا عايزين ناخد البيت بتاعك عشان نبنيه عمارة كبيرة، وبيقرر ان هو يرفض ده. وبيفتح الباب بيلاقي طفل صغير وعايز يساعده، ومصمم كمان انه يساعده. هيضطر يضحك عليه عشان يبعد عنه. هيرجعوا له الناس اللي عايزين ياخدوا منه البيت، لدرجة انه ضرب واحد منهم وعملوا له استدعاء في المحكمة، وقرروا ان هو ياخدوا البيت بتاعه، وكمان عايزين يودوه دار مسنين. عشان يقرر كارل ساعتها اكبر قرار في حياته. وهم بيستلموا منه البيت فجأة لقوا بلالين كتيرة جدا بتطلع من البيت، لدرجة ان البيت ابتدى يتحرك من الارض، وفعلا البيت ابتدى يطير، وان هو هيحقق حلم مراته إيلي وهيروح بالبيت كله للشلالات. وقال لهم الوداع. كارل هيبقى مبسوط جدا وهيبتدي يوجه البيت بتاعه ناحية الشلالات في امريكا الشمالية، وبيبوس حبيبته إيلي عشان يتفاجئ ان في حد بيخبط عليه. مين بيخبط عليا في السماء؟ بيتفاجئ ان الطفل الصغير موجود معاه وبيقول له اهلا بيك ودخلني جوه الله يخليك. عشان يقرر فعلا كارل ان هو ياخده معاه، وبتيجي عاصفة عليهم. العاصفة بتدمرهم جدا وبتبعدهم عن المكان اللي هم رايحينه، مش شايفين الارض، عشان فجأة يتفاجئوا ان البيت بينزل على الارض، وكارل بيلحق البيت بتاعه في اخر لحظة، وبيتفاجئ ان هو موجود جنب الشلالات، حلم حياته هو وإيلي. والطفل الصغير بيبتدي يدور في الارض عشان يتفاجئ ان في طائر موجود معاه. كارل بيبتدي يتعرف على الطائر، وكمان لقوا كلب صغير بيتكلم عن طريق الضوء اللي موجود حوالين رقبته. وكارل كان دايما يصحى الصبح يصبح على حبيبته، وفجأة لقى كلاب كتير بتحوطه والصياد موجود معاهم. قال له انت حلم حياتي، انا بحبك جدا انا وزوجتي وكنا اكبر معجبين ليك. وقال له خلاص انا لازم اعزمكم معايا. وفعلا الصياد هيقرر يعزمهم، لكن مرة واحدة هيقول للكلاب بتاعته امسكوهم. الطائر هينقذ كارل وهينقذ الطفل الصغير وهيجري بيهم. الطائر اسمه كيفن وبيتصاب. هيقرر كارل انه يساعده ويرجعه لولاده، والطائر فعلا عايز يرجع لولاده. لكن هيتفاجئوا الاتنين ان الصياد موجود وبيولع في البيت بتاع كارل، والبلالين كلها بتنفجر. وكارل هيحزن جدا وهيحاول ينقذ البيت، وهينقذ كمان حبيبته إيلي والصورة بتاعتها، عشان يتفاجئ ان البيت بقى دمار، وان الطفل الصغير مش موجود ولا الطائر كمان موجود. هيشوف من الشباك ان الطفل الصغير قرر يساعد الطائر وراح وراه عشان ينقذه. فهيقرر كارل اخطر قراراته التانية بعد ما راجع ذكرياته مع مراته إيلي. شكرا على المغامرة، واعمل مغامرة جديدة حبيبتك إيلي. وعلى طول هيلاقي الطفل الصغير راسل بيحاول ينقذ الطائر وراح وراه. كارل هيضطر ان هو يضحي بحاجات كتيرة جدا في البيت، لدرجة الكراسي اللي كان بيحبها هو وإيلي، عشان يخف الوزن ويقدر يطير ورا الطفل الصغير. لقى الباب بيخبط تاني، افتكروا الراسل، لكن طلع الكلب الصغير واللي حب كارل جدا وقال له انت صاحبي وانا مش هسيبك.
راسل فعلا بيحاول يوصل للمنطاد، وبعد ما لقاه بيضطر ان هو يكسر الازاز عشان يدخل، لكن قبضوا عليه بسهولة. بعدها الصياد بيقول للكلاب بتاعته اكيد كارل قريب منه ومش هيسيب الطفل لوحده. فعلا كان ظنه صح، وكارل كان موجود جنبهم وهيقرر ان هو ينقذ راسل وينقذ الطائر، لكن الصياد هيرمي راسل وهيتدخل كارل في اخر لحظة وهيقدر ينقذه، وبيدخل كمان وبيضحك على الكلاب وبيرمي لهم كرة صغيرة عشان يبعدوا بعيد، وبيقدر ينقذ الطائر. وكمان هنا هنلاقي ان راسل متعلق في البيت، وبيحاول الصياد ان هو يوجه الكلاب عليه عشان يموته، وبيدخل في معركة مع كارل، لكن الكلب في اخر لحظة بيغير اتجاه المنطاد وبيعمل اختلال توازن ليهم كلهم. راسل الطفل هيقدر يطلع للبيت تاني بسهولة، وكمان في نفس الوقت كارل هيقدر يهرب من الصياد، وبعدها هياخد الطائر وهيطلع على السطح بتاع المنطاد وهياخد الكلب. هيتفاجئ ان الطفل جايب لهم البيت وبيقول لهم يلا اقفزوا معايا ونبعد عن المنطاد، لكن الصياد مش هيسيبهم وبيدخل البيت قبل كارل، وبيبقى موجود مع الطائر ومع الطفل ومع الكلب لوحدهم، وكان هيقتله في اخر لحظة لولا ان كارل استخدم حيلة ذكية وطلع الشوكليت اللي بيحبها الطائر عشان يقفز الطائر وياخد كل اللي موجود معاه ما عدا الصياد. وفي اخر لحظة كارل بيقدر ينقذهم وبيرجع كيفن لاولاده واللي بيبقوا فرحانين جدا بيه، وبيضحي بكل حاجة عشان يرجع الطائر ده لأولاده. وهيقرر هو وراسل الطفل الصغير وجميع الكلاب اللي موجودة هياخدهم معاه في نفس المنطاد ويرجع بيها عشان يبتدوا يكرموا الكشافة ويكرموا راسل على مساعدة الكبار. وبيحضر معاه كارل الحفلة وبيقول له أنا هنا عشان نساعدك، واداله الوسام اللي اديتهوله إيلي في يوم من الأيام، وقال له ده أغلى وسام عندي. وبهنا نكون وصلنا لنهاية حكايتنا، حكاية حب ووفاء كارل لزوجته إيلي، وفي نفس الوقت تضحيته بكل حاجة بيحبها عشان ينقذ الطائر كيفن.